كان يا ما كان قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر نبيل عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمي بوشت الحطاب تعيش في النويلة مع مراته وجوج بناته، هاني وفرحان وحامد الله على الصحيحة والرزيق. تيحضر من الغابة ويبيع العواد ويشري بثمنهم القوت والزاد. واحد النهار ما بقاش لقى العواد ديال الحطب، ودخل في وسط الغابة وفاسو بدا تيضرب وجمع العواد. هو يوقف عليه واحد الجن طويل وغليظ، ولكن عمي بوشتا ما خاف ما ترعد. قال ليه الجن: راك صدعتيني ومن نعاسي فيقتيني. وهو يقول ليه: واش كتنعس بنهار؟ جاوبو الجن وقال ليه: انا تنعس عام وتنفق عام، ودابا سير بحالك. رد عليه عمي بوشتا وقال ليه: انا راني حطاب، ولادي تيتسناو مني الرزق باش يعيشوا، وانا رزقي لقيته هنا. هو يقول ليه الجن: هاك هالطاجين وفوق ما عريتيه غادي تلقى فيه ما بغيتي وما تشهيتي. شكرو عمي بوشتا ورجع فرحان عند مراته وعاود ليها الحكايه وامرها باش تحفظ السر. 3 ايام والجيران شافوا النعمه اللي بانت على الحطاب وحسدوه وبدا يسولوا بناته، حتى عرفوا السر ودخلوا وسرقوا الطويجين وبدلوه بواحد بحاله. ملي جا الحطاب يتعشى حل الطاجين وما لقى فيه والو، وناض الصباح ومشى لشغلو بدا يضرب فاسو وفيق الجن من نعاسو. جاه تاني العفريت مقلق، هو يقول ليه: ياك غنيتك علاش رجعتي تفيقني تاني؟ قال ليه الحطاب: طاجين اللي عطيتيني ما بقى فيه والو وخرجت نخدم على ولادي. جاوبو الجن: ما يمكنش، هادوك جيرانك سرقوه بسبب السر اللي ما حفظته. دابا هاك هاد القنديل اللي يطيح منه الذهب والنقره ملي تشعل ليه الفتيل، وهاك معاه 3 ديال العصي، كل عصا حطها ورا باب، كل وحده ساكنها خادم عفريت يحطيو لك القنديل. ولكن وصي الناس دارك للسر يحفظوا، وان شاء الله يعلم قدارك. شكروا الحطاب ورجع لخيمته فرحان وعاش مهني وحير الجيران. ما هناوه وجلسوا يتجسوا عليه حتى عرفوا السر. ملي دخل الشفار يشفر القنديل طاحوا عليه بالعصي وبقاو عليه بالعصا والتبهديل. هو يغوتهم وما ينزلوا عليه خبط، هو يغوتهم وما ينزلوا عليه خبط، حتى سخف وطاح وندم علاش كاع فكر يسرق الحطاب. داز ايام وشهور والحطاب حامد الله وشاكر. واحد النهار مشى للغابه وبدا كينادي على داك العفريت، هو يفيقو ناضي غوت تاني ويقول ليه: اش بغيتي عندي؟ علاش جاي عندي عاوتاني؟ علاش جاي تصدعني؟ دا عمي بوشتا بالسلام وقال ليه: جيت عندك باش نشكرك ونطلب منك تقبل بنتي غنو، اكبر بناتي واجملهم زوجة لك، عرفانا مني على الخير اللي درتي فيا. ضحك العفريت وقال ليه: انا ملك الجن وعندي من الزوجات والمحظيات الالوف من الجن والانس، ولكن ما غاديش نرفض هديتك، وبنتك غادي نزوجها ولدي غنوش، وما نلقاش لي احسن من بنتك، حيت انا كنحترم فيك التفاني وحب العمل والرضا بالقليل. فرح الحطاب وقال ليه الجن: خاصك تعرف بالله حنا الجن عندنا تقاليد ما كنبدلوهاش، ودابا سير عند ام غنو وقول ليها تغسل لبنتها وتلبسها وتحني ليها وتزينها وتدخلها بيت بوحدها، تحط ليها الزاد وتسد عليها الباب وما يعود يشوفها حتى واحد، لا انت ولا امها ولا خوتها ولا جيرانها، وتخبيو خبر زواجها وما يسق ليها حد خبر. رجع الحطاب لدارو فرحان وغنو حتى هي سعدات ومشطات وتقادات. ومن بعد 3 ايام جاء امير الجن وخدامو لدار الحطاب وداو غنو بلا ما تشوفهم. وملي فاقت لقات راسها في قصر عمر عينيها ما شافت بحاله، فيه كل ما تتمناه، وكانت تحس بغنوش والانفاس ديالو ولكن ما كتشوفوش. كان كيخرج في الصباح وما كيرجع حتى العشيه، حيت ما يمكن ليها تشوفو ولا تكلمو حتى يكمل العام على زواجهم، وهذه هي عوايدهم. صبرت المسكينه حتى داز 9 شهور وما بقى والو تشوف راجلها، ولكن صبرها تقاضى وقالت ليه: بغيت نشوف والديا،
راه توحشتهم. وجاوبها بصوت حنين: غمضي عينيك. غمضت عينيها وحلاتهم ولقات راسها في دارهم. بدات تعنق في خواتاتها امهم وجاراتها وجلست تفضح السر. سولوها على راجلها كي داير، واش بيض ولا كحل ولا طويل ولا قصير. تبهضت وحلت فمها وقالت لهم: عمرني ما شفتو تيجي في العشاء وتيمشي في الفجر وما تيشعلش الضو. تعجبوا الجيران وقالوا ليها: المره الجايه خليه حتى ينعس وشعلي شمعه وطلي عليه. ايوا دازت 3 ايام الضيافه وسدت عينيها وحلتهم في قصرها الزوين، ودارت ما نصحوها به خواتاتها وضوت على راجلها شمعه. قفزات وتبهضت من داكشي اللي شافت. لقات راسها ناعسه حدا مخلوق سبحان اللي خلقه، في الجمال، وعمر عينيها ما شافت شي زين بحالو. ترعدت يديها وطاحت نقطه الشمع عليه. فاق من نعاسو هو يغوت: والحمقى خرجتي عليا وخرجتي على راسك وما عرفتيش اش درتي، راني مسحور تنولي طير بالنهار وراجل بالليل، وكان ما بقى ليا غير 3 شهور ونبرا ونبقى معك طول العمر. وشوفي دابا راك حكمت عليا باش نبقى طير حياتي كلها بالليل وبالنهار. ايوا مسكين تحول طوير ورفرف وحتى الفوق واحد الشجره عاليه وعطاها النوح والبكى على زقوعيته اللي لقاتو بمرافضو ليا وخفيفه. اما غنوش سقعه خرجت من قصر غنوش تبكي وتندب حناكها وتضرب في جنابها وتقول: يا تعس الايام اللي كنت فيها اميره وما حمدتش الله على الخميره، وهنا راجعه للقهره في الدويره. وش اخبارها بالعباد؟ ايوا بداو يضحكوا عليها وباها يقول: الحمد لله على المكتب. خرجت تدور في السوق وتقلب وتسول. مشات عند مول الذهب لقات عنده تاج مرصع بالياقوت والجوهر. سولته: ديال من هذا؟ قال لي: هذا تاج لاله غنو اللي ما حفظت سر دارها وغادي نبيعو لغيرها. ايوا بدات تبكي على ايامها ودازت عند الخياط لقات عنده قفطان مخيط بالذهب والحرير الصيني بهرها بزينو. وقالت ليه: ديال من هذا؟ قال لها: هذا ديال لاله غنو. لاله غنو الخفيفه اللي خرجت على راجلها ورداتو طير ودابا غادي تديه مولات الزهر والتيسير. ايوا بكات وكل ما دوز عند شي حرايفي الا ولقاتو تيصنع بتات غنو اللي كان عرسها قرب وما بقى ليه غير 3 شهور. ايوا خرجت من مدينتها وقصدت الغابه هايمه وتايهه حتى عيات وتكت على شجره وفوقها واحد الوكر ديال 2 حمامات داويات. الاولى قالت للثانيه: ما الشجر كله وراقه خضرين الا ديك الشجره وراقها مدبالين وصفرين. جاوباتها وقالت ليها: ايوا حق لها ما تصفار، سيدي غنوش ساكن فيها وخفيفه اللسان، قالت هكذاك يبقى على طول الايام الا شرب دمنا انا وياك. وتات عليها صاحبتها وقالت ليها: اسكتي راه سرنا فضحتيه، ولو كان يسمعك شي حد انسي ولا جني فمماتنا تسببتي. ايوا سمعتهم غنوا طارت بالفرحه وشي فرحه ما قداتها. ايوا بقات قانيه عليهم حتى الليل ملي نعسوا. ايوا قبضاتهم بسنانها ذبحاتهم والغنوش شربت دمهم. ايوا وترعد وشعت السما بالبرق والرعد. تخلعات وسخفات وملي فاقت لقات راسها في قصرها وغنوش عند راسها كي البدر في تمامه وهي في احلى الحلال ديالها ولاو كالشمس والقمر كل واحد فيهم احسن من الثاني. ايوا فرحت عائلتها وجاوهم الهدايا من كل مكان وعاشوا في تبات ونبات وزهت ايامهم بالصبيان والبنات. ومشات خبرتنا من واد لواد وتلاقات مع ولاد الجواد. هنا كنقول لكم القصه ديالنا سالات وكنتمنى يا رب تكون عجباتكم. كنتمنى يكون عجبكم هذا النوع من القصص اللي مره غادي نبقى نعاودها لكم. هذا النوع ثاني كيعجبوني هذا النوع ديال القصص ديال التراث. وما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه وشي لايك وشي تعليق زوين بحالكم. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. بسلام عليكم.